اليوم ناصر الجوهر اخوي سام. اليوم يبقى تاريخ 22 او 23 نسيت 23 22 صادف يوم السبت يوم السبت 22 11 2014. قمر لون اصفر طابع يوم. يعني اللي شفناه هذا بداية حلقتنا. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير، أتمنى لكم كل الخير إن شاء الله يا رب، والأمان والسلام، وكل الوطن العربي يعيش في سلام يا رب. أما الفيديو اللي شفناه فهو موضوعنا اليوم. حطينا بالتويتر، أشوف وايد يعني حتى بالانستغرام ردوا علي. الموضوع هامهم شباب الكويت، يقولون إحنا وين نروح؟ حتى البحر صكوا علينا، ما قمنا نقدر نروح البحر. رحبوا معي بالأخ حسين المتروك، أهلا وسهلا فيك. أهلا مرحبا. وهاشم جمال، يا هلا فيك. اهلا وسهلا فيك. انتوا اعضاء في حمله المسنات. نعم. شنو حمله المسنات؟ خلينا نتعرف على حمله المسنات. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. حمله المسنات هي نطالب احنا كشباب كويتيين هواة للبحر، ما بين هاوي ما بين حداق، انه يتم توفير او صيانه المسنات موجوده عندنا بالكويت. المسنات موجوده عندنا بالكويت هي رئيسيه في شمال الكويت، تقريبا 4 مسنات بالاضافه الى الفنطاس اللي هي المسنه الخامسه. المسنات جدا متهالكه، فاحنا نطالب بصيانتها نستطيع ان احنا ننزل فيها او نستخدمها. البعض منها متهالك ومتكسر، والبعض الاخر يصير عليها زحمه. عندنا مثل مسنه بنيد القار، هي احصروها فقط للجيتسكي. هذه مشكله كبيره بالنسبه لنا. نعم. مرتادين البحر يواجهون صعوبه انه ينزل طراده او نصعد طراده. اي شلون اللي نشوفهم في البحر؟ شلون ينزلون هذيلي؟ ينزل بس ياخذ له وقت طويل، يستغرق وقت. يعني هل الاخاشم الطراد يتاثر لما يكون المسنه تكون مو مضبوطه ومو مسوين لها صيانه؟ طبعا احنا اغلب الحوادث المروريه اللي قاعد نشوفها بالشوارع واسباب الطراد، ان ساعات تشوفين طراد طايح بالشارع او عربانه مكسوره او تاير فالت. يعني هذه اهم اسبابها ان المسنات متهالكه ما تصلح حق الاستخدام. وهنا عندنا طبعا شلون يعني ربطت الحين المسنات بالشوارع؟ ولما الطراد يطلع ويدش، اي انا بقلص طرادي من البيت بودي للمسنه عشان انزله بالبحر. عشان كذي احنا نشوف نقول ايش حق حاطين طراريتهم بالفرجان يعني. لانه ما عنده مكان، بيته وين صاير؟ داخل فريج، تلاقين طراده طوله تقريبا 9 امتار اللي هو 33 قدم. ولا احنا حبالنا عشان ما يبي يدفع فلوس. ولو في حتى يدفع، بس ما في. يعني اللي وصل لحد الان بالكويت ان السعر القدم اذا كان بيشتري مرسى في ارضي او بحري بالبحر، وصل سعر القدم الى 1000 دينار. يعني انا اذا طرادي 33 قدم بوفر له مرسى بالبحر بدفع تقريبا 50,000 دينار بالنسبه للطراد. وفي شغلات يعني اذا بقطع فلوس في شغلات اهم من ما انا اقطع الطراد. زين، بس على يعني ودي ايضا اعرف، هل في دول الخليج يعني نفس الاسعار ولا مختلفه الاسعار، ولا الوضع شلون؟ مختلفه طبعا، ارخص من الكويت بوايد. يعني مثل دوله الامارات عندهم الاعداد كبيره، لذلك ان الاسعار تكون انزل من عندنا بوايد، لان الاعداد اوريدي متوفره. احنا عندنا بالكويت حتى بس قاعد نتناقش لما نكتب احنا ونقول بالكويت نتحلطم عن موضوع المسنات والمراسي، اخواننا بالخليج يستغربون، يقولون انتم اهل الكويت اهل البحر. إيه؟ يعني احنا بالاحصائيات ترى الكويت هي اكبر عدد من الدول الخليجيه والعربيه بعد ان هي متصدره بالترتيب هواة البحر. عندنا بالارقام ذكرناها سابقا في الصحف، ما الصحف 33,000 قطعه بحريه مسجله بالكويت اللي هو القوارب او الطراريد، وعندنا 10,000 جيت سكي مسجل. هذا غير المو مسجل، في اشياء مو مسجله. نعم. يعني تخيلي الاعداد هذه الكبيره الموجوده عندنا. نعم. يعني بدراسه ثانيه 44 شخص يقابلهم شخص يملك. من المسؤول عن المسنات؟ انه يسوي المسنات او يحط المسنات، من المسؤول؟ هي مسؤوليه مشتركه ما بين مشروعات سياحيه، هذا واحد. اثنين البلديه او المجلس البلدي ايضا. لجنه المرافق العامه في مجلس الامه الكويتيه، هذا ايضا يتحملون. هل هم متعاونين يعني ولا؟ لحد الان ما شفنا احد طلب انه يقابلنا او يقعد معنا او انه. طيب حملتكم انتم اطلقتوها من شهر 12؟ اي نعم. صار لكم يعني خلينا نقول 4 اشهر 5 اشهر تقريبا. 4 اشهر ونص تقريبا. زين، شنو يعني انتم شباب سويتوا الحمله، بس هل هناك حياه لمن ينادي ولا ما في؟ في حياه من ينادي لمن يهوى البحر فقط، اما كمسؤولين
لا احد من تنادي. ما في حد سوى شيء. الفيديو اللي احنا بدينا فيه الحلقه لقينا في سياره قاعد تطبع، ليش في البحر؟ هذه في المنطقه الجنوبيه عدم توفر المسنات هناك، فيضطر او متهالكه يضطر صاحب الطراد انه ينزل بسيارته على الرمل، يصعد طراده وتروح سيارته بالماء مع او تغرز ولا تطبع وتجي المايه وتغرق السياره وياها. تهالك المسنات عندنا. لا يعني شيء يعور القلب. بدنا نشوف الفيديو الثاني اذا ممكن. ايضا هذا الفيديو اللي يعني شفته قبل شويه ايضا عن سياره ايضا هم طبعانه في البحر، احنا كلنا ما نشوف. شنو هذه الصخور؟ هذه مو مسنه. هذه احدى المسنات الموجوده بالكويت، مسنه الوطيه. صدق متهالكه يعني. المسنه الوحيده المفتوحه مدار اليوم 24 ساعه. الباجي يسكرون الساعه 11 بالليل، يفتحون الساعه 7. يعني انا كحداق كهاوي مثلا بالليل حزتي اني بطلع بحر بنزل حداق، فلازم اضطر ان اروح المسنه اللي هي الوطيه، واذا نزلت فيها لازم تكون المايه موجوده على اساس انزل، لان من هناك مثل ما شفتي تو المايه رايحه، فلازم انطر المايه تي حال المد والجزر، انطر المد على اساس انزل. واذا نزلت مثلا كنت ناوي انزل 4 ساعات 5 ساعات او ساعات انا مو حاط وقت، صار لي ظرف بطلع، ما راح اقدر اطلع الا لما انطر المايه تي يصير مره ثانيه ترش المايه. نعم. على اساس انا اطلع، ولا لازم اقعد احط ايدي على ايد وانطر المايه تي على اساس اطلع. يعني انا بس بقول للمشاهدين يمكن اللي يحب البحر مثل الشباب مثل حسين واخ جمال يحسون الألم، يعني هم قاعد يتألمون لأنهم يحبون هالشيء ومو قادرين يمارسون هوايتهم كما يودون. ولذلك يمكن اللي ما يحب البحر أو ما يعرف شنو يعني المسنة أو فيقول شو الموضوع. بس أنا مستغربة إن يعني إحنا دولة بحرية ومشاريعنا وايد شاليهات على البحر وامور وايد حلوه على البحر، هالمطاعم وهالشيء، ما في احد مثلا من الشركات الخاصه مثلا فكرت ان تسوي هالشيء ديل يعني مع الحكومه وتسوي المسنات هاي تستفيد وتفيدكم يعني. في شركه الحين قائمه في مشروع بالمنطقه الجنوبيه بتوفير مجموعه من المراسي موجوده حاليا، بس ولكن اعداد المراسي ايضا ما راح تكفي الاعداد الموجوده عند البيوت. انت توج تقولين قوارب عند البيوت او طرايد عند البيوت، وين خلت الطراده وين وقفه؟ اذا ما في اماكن، ما عندنا مراسي، ما عندنا مسنات متوفره، ما عندنا مراسي بريه ان انا اوقف فيه طرادي. فاحنا عندنا بعض الحلول طرحناها مثل في اكثر من انه مثلا خلي يوفروا لنا في كل محافظه، ما نقول في كل منطقه، في كل محافظه وفر لنا حوطه مثل ما نقول او مكان مسكر نوقف فيه طراريدنا. او هذا يعني اقل شيء اذا ما في مكان انت قاعد توفر لي على البحر، اغلى اوقف طرادي لا ازاحم الجيران. ليش ازاحم؟ اذا بوقف طرادي راح ازاحم صاحبي جاري ساكن يمي. وشكله مو حلو اصلا ولا حضاري ولا جميل، واحنا عندنا فقره جايه بعد شويه عن ان شلون نخلي مدننا جميله ومنطقتنا حلوه، وهذا منظر مشوه بصراحه. بالضبط. الحين اقول لك نقطه، من يومين احنا زعلنا على واحد اخ كريم موجود بالانستغرام سوى حمله ضد اللي وقف طراده، هو شخص واحد ولكن اثار الموضوع شوي. اللي يوقفون طاردهم عند البيوت. صراحه احنا زعلنا وايد، وجهنا له اكثر من رساله ان احنا وين نوقف طاردهم. تفاعلنا، شفنا ناس حتى شفنا حريم يدافعون عنه، يقول وين يوقفون طاردهم المساكين هذول. فعلا ترى يعني عندنا هذه يعني نقول مشكله كبيره. زين انتم سويتوا الحمله، ما رحتوا حق جهات خاصه؟ سوينا كتب ان شاء الله راح نوجهها الحين حق بعض المسؤولين ان شاء الله توصل الكتب. نعم ان شاء الله توصل، تكون هناك حياه ان شاء الله. ان شاء الله يكون في هناك ايضا استجابه. نشوف الفيديو الثالث اذا ممكن. يا جماعه هذا لاند طابع بالدوحه، شوف هذا الغشم اللي يجون الدوحه يصيروا حطاهم، وهذه سياره ثانيه شروكي، وهذا طراد تحت العربانه مو رابطه ولا شيء. شوفوا
طبعا احنا شفنا الفيديو هذا، هاي ايضا من ان ماكو مسنه فبينزل في المنطقه الشماليه. في المنطقه الشماليه. نعم. بس عاد على الشاليهات، الكويت كلها 325 كيلو باستثناء الجزر الكويتيه. مع الجزر الكويتيه تقريبا نوصل 300 او 400 كيلو مع الجزر الكويتيه. ما عندنا الا اعداد بسيطه من المسنات، 7 اللي نقدر نستخدمها بس. 5 من المرافق العامه او المشروعات السياحيه، و2 بالمنطقه الجنوبيه بالخيران. يعني انتم اهل خبره الحين عشان يسوون المسنه، هل هي عمليه مكلفه؟ مكلفه من اي ناحيه قصدك؟ يعني ماديا هل هي مكلفه؟ احنا خلينا نوفر مكان بالاول حقها على اساس نعدلها. عندنا بحر ايش طوله وش عرض البحر؟ مملوك اغلبها مملوك. انت قلت لي مطاعم وشاليهات. حطينا دراسه، في عندنا بعض الاخوان بالاعضاء الحمله مهندسين، فدرسوا الفكره ودرسوا المشروع وحطوا التكاليف المشروع. المشروع مو مكلف وفي دخل للدوله، كلش مو مكلف. اذا راح تستفيد الدوله، راح تستفيد الدوله من الايجار من ناحيه توفير مسنات اضافيه غير الخمسه الموجوده اللي 2 منه او 3 بس اللي الناس تقدر تستعملها. كذلك انه يوفرون مسنات جديده. وين ممكن يسوون مسنات اذا البحر كله مستغل حاليا تقريبا يعني؟ من الشريط، يعني الشريط الساحل الجنوبي الى الشمالي، في اماكن يعني مو حق شيء، بر فاضي. اي ممكن يسوونها. نعم. ما يون حمايه البيئه يقولون لا هذا المكان هذا السمك يخترب عندنا، او السمك يعني ما السمك خربان من زمان، يعني ما قمنا ناكل سمك. هل ممكن يكون هذا البيئه يعني؟ في لجنه البيئه في مجلس البلدي طلعت سوت تقرير مره عن كل ما واحد بيسوي شيء البيئه تطلع تقول لا لا ما يصير. هذا بس شيء ايجابي، لما تطلع البيئه شيء ايجابي طبعا للفائده للجميع. طلعت لجنه البيئه مسنه السالميه اللي هي الصيادين، طلعت دراسه بان هناك نسبه رسوبيات كبيره في المسنه الموجوده، فهذا ضرر للبيئه بشكل عام، بالاضافه الى ان المسنه نفسها متهالكه لا تصلح للاستخدام. احنا نشوف ان هذا شيء. بعدين بقول لكم شيء، يعني في تليفون راح ناخذه، يعني الهواة وايدين لو بيون حق كل واحد صاحب طراد بيسوون المسنه حق الكل ما راح يكفي اعتقد. احنا نقول صيانه توسعه على الاقل. توسعه. الحين نعم. اذا انا بنزل طرادي بمسن في احدى مسنات الدوله الموجوده وين بوقف سيارتي وعربانتي؟ العربان طولها بروحها بدون السياره يمكن توصل 8 امتار، وغير السياره فيها مثلا نفترض 5 امتار طول السياره، وين اوقف العربانه؟ راح تسبب ازدحام مروري. يعني عندك مثلا مسنه الشعب، نعم. راح اوقف عند القهوه الشعبيه او مسنه الوطي، انا حاط صور موجوده عند الاخ. نعم راح نشوفها الحين. فوق الرصيف الناس توقف فوق الرصيف. نعم. فهذه بحد ذاتها اعتقد الموضوع فعلا يحتاج الى ان احنا نفكر شلون نحل هالموضوع. خلينا ناخذ اخونا سعد وبعدين محمد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، اهلا فيك. امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام، وصراحه نحب نقول يعني بذلوا جهد كبير صراحه الاخوان ضيوفك، ونشكرك من القناه بعد على استضافه الشباب والاخوان. يستاهلون. المساله مثل ما الله يسلمك، المساله مثل ما تفضلوا الاخوان، حلها بسيط وسهل جدا. اولا المسنات مثل ما تفضل محتاجين مساحات كبيره، شايفين ان المسنات البحريه والارضيه وصلت اسعار خياليه. الحكومه بامكانها تكبر المسنات او في واجهات بحريه استخدامها صفر للكويت. نعم. ما منها فائده. تكبير وتوسيع المسنات، مو شرط انه يكون مراسي. توسيعها نعم. فقط. نعم. نعم تكون حجم اكبر، وزائد هذا انه مدخول مضمون للدوله مثل ما تفضلوا الاخوان. نعم. بعد اذا مثل ما تفضلتي ان لو كل واحد بيتصل من هواة البحر ما راح تخلصين ولا كم حلقه. صحيح. وكلهم يعانون نفس ما تفضل الاخ، قاعدين نعاني معاناه كبيره بالشارع والسحب والطلب عند البيت ومباقي الجار، ترى كل هذا الكلام صحيح 100% ما في خلاف عليه. نعم نعم. ولكن احنا نطالب ان شاء الله باذن الله تعالى الحكومه، وان شاء الله نطالب المجلس، وان شاء الله باذن الله انه يستمعون الاخوان وقناتكم اللي ما قصرت ويانا صراحه. الله يسلمك.
شكرا اخ سعد. على فكره بعد انا ودي اقول ان الحين في لفته كبيره يعني من الحكومه من كل جهاتها بالنسبه حق الشباب واهتمام الشباب، ويبون يفرشون لهم الارضيه ويدفعونهم الى انهم يمارسون هواياتهم، لان جات فتره كذي يعني كانت سيئه بصراحه حق كل القطاعات، ولكن الان نشوف ان الكل يبي يتنفس، فهذه الانفاس الشبابيه نتمنى انها يعني تجد ارض خصبه. معانا محمد. الو، حياك الله اذا انت معنا على الخط. الو، حياك الله من التليفون، يعني تقصر على التلفزيون. تفضل تفضل محمد. اوكي؟ اي اوكي. يعطيك العافيه. الله يسلمك الله يسلمك. ومسي عليك وعلى النواخب اللي معاك، والصراحه ما قصروا افادونا. وعندي بس شغلات بسيطه. تفضل. ما ازيد على اخواني بشيء لانهم كفوا ووفوا الصراحه، يعطيهم العافيه. بس اتمنى ان احد يسمعنا ويقوم معانا، وهذا ترى منفعه للكويت اول شيء، والاهل البحر والواجهات وهم السياحه. نعم. انهم توفير المسنات والتوسعه ما توسعه والخدمات اللي داخل هم تنفعنا وتنفع الشباب وتنفع اهل الكويت بعد. وان شاء الله ان احد يسمعنا، والله يعطيكم العافيه. الله يسلمك الله يسلمك. شكرا. هذا طبعا هذه اصوات الشباب انضموا الى صوت اخوي حسين وهاشم، واعتقد اللي يعني خلف الشاشه كثيرين. خلونا نشوف هالصور، انتم جايبين صور معاكم نشوفها ونعلق عليها، نشوف هي شنو بالضبط. هذه مسنه مسكرينها اصحاب الشاليهات في مسنه عموميه صوب جليعه، مسكرينها ما نقدر نستخدمها لان مسكنها بسلاسل. اي للاسف. وهذه هذه مسنه ولا شنو؟ هذه مسنه مكسره. نعم. شوف المخالفات اللي يحطونها وزاره الداخليه على اصحاب السيارات اللي يسحبون الطراريد. مخالفه يعني. اي نعم مخالفه. هذا ساحب طراده ونزل وخلى السياره. اي وشال عربانته تالي راح حطها على سياره ثانيه عشان يطلع طراده. وهذه شنو الصوره؟ هذا تفضل. هذه مسنة الوطي، هذا اللي بالبداية تكلمت عنها ان المايه تروح. شكلها مو يعني قديم، مسنة قديمة وايد. وقالوا انه بيسوي لها صيانة يمكن 10 سنوات لحد ما حسوا شيء. شوفي اخت ناديه، الممر المائي نفسه اللي يدخل فيه القارب حق المسنه يحتاج الى صيانه بروحه، يعني يحتاج الى حفر، اعاده حفر صح. مره ثانيه، لان انا راح التزم بالميه اذا بنزل طرادي او صاعده راح التزم بالميه، ممكن انا قاعد بالبحر زياده 6 ساعات اساس انطر ميه ننتهي. وها طبعا سياره طبعت. سيارات وايد ما تخلص. شو يسوون الحين اصحابها هذيل السيارات؟ ونشات يسحبونها، طبعا كثير من السيارات خاص تروح كهرباء تروح. هذا حادث تعرض لاحد الاخوان، هو ساحب طراده، اتوقع انه في طراد ثاني فلت عليه من العربانه ويا عليه وصدمه. عشان كذا يقول احنا سحب الطراريد بالشوارع خطر، وفروا لنا مكان. نعم. اساس ما نضطر نسحب طراريدنا من مكانها الى المسنات. نعم. يعني توصل الى حوادث مروريه وزحمه، يعني كافينا زحمه الشوارع بعد هنو سحب الطراريد. خطر هو بحد ذاته خطر سحب الطراد، يعني جدا خطره. خاصه هنا عندنا ما شاء الله بالكويت لما يشوفون ساحبه طراد وراك وعلى مثلا نقول نزله جسر يبي يسبقني اساس انه لا اعطله انا بكم ثانيه راح يعرضني انا للخطر، ممكن البريك ما يكون مثل ما يقول. هذه من المخاطر. وبعد شنو في مخاطر يعني من المشكله هذه اللي تعانونها؟ انه مثلا تنكسر العربانه علي وانا بالشارع ساحب الطراد وزنه ثقيل ما هو خفيف يعني. نعم. سبب حوادث. انطاح لا قدر الله من العربانه ممكن انا اضر معاي مجموعه كبيره. نعم. كثير من اصحاب الطرائد يعني ساعات يكون نقول انه مو منتبه انه اذا كان رابط الطراد عدل بالعربانه او انه مثبته عدل، فهني ايضا يعتبر خطر. احنا نناشد اخواننا بعد انه يدير باله بالطريق. نعم. يعني احنا شفنا سياره وراها طراد واخره وانحاشوا. افتح لك طريقي عشان موكب مار. الله يحفظ الجميع. شنو متطلباتكم يعني في اختصار كذي؟ اول شيء احنا نتمنى صيانه المسنات عندنا بالكويت، هذا يعني صيانتها، اعاده ترميمها او اعاده توسعه وتوسعه طبعا هذا اكيد. توفير البقالات داخل، اول كانت موجوده بقالات في المسنات الحين مو موجوده. كنا نشتري فيها الاغراض، الحين لازم انا قاص طرادي اروح الجمعيه
اعبي الماكله، تالي اطلع مره ثانيه اروح محطه البنزين. نعم. افول طرادي بنزين. يعني انا خل اتخيل مثلا ان الحين في جهه قاعد تسمع وقالت خلاص انا بسوي هالمسنات، تسوي لكم مثلا توسع المسنه اللي موجوده حاليا، ترميم وتوسعه وايجاد محطه بنزين. هذا اهم شيء، محطه بنزين. المحطه فيها سوبر ماركت، يعني تقدرون شامله، إيه اسعافات اوليه ممكن، وفي مواقف، في اسعافات اوليه بالضبط. ويسوون مثل هالمسنه اكثر من مسنه، خلي يصير عندنا 50 مسنه 60 مسنه ان شاء الله. بس صعب يعني هذا صعب ولا هذا خيال ولا شنو؟ بالوضع الحالي 50 مسنه صعب، على الاقل يزيدونها 2 3 او هم نفسهم يكبرونها، كبروها، وفروا لنا مواقف، وفروا لنا الطراد، بدل انزل طرادين بالمسنه خليني انزل نعم. 8 ويا بعض. الاسبوع اللي فات يوم صار الجو حلو ما شاء الله، في مسنه بن الدقار في مجموعه من الشباب قعدوا 4 5 ساعات عشان يطلعوا طراده بس. هذه مشكله. زين، حملتكم حق منو موجهه؟ لكل شخص له علاقه بالموضوع، او انه يشوف نفسه انه هو يقدر يوفر لنا شيء احنا نستخدمه، نعم. ويفيد المجتمع ككل. فئه الشباب هي اللي قائمه عليها المجتمع الصراحه. ان شاء الله يا رب يكونون يعني يسمعون. انتم بس عندكم هالحمله ولا في حمله ثانيه بعد؟ عندنا احنا اكثر من حمله، بدينا بحمله رده بحر، طبعا الحمله هذه انتشرت على حتى برا الكويت، وصلت لدول الخليج. حمله رده بحر. حلو. فكره الحمله ان ساعات هواة الصيد يصيدون اسماك، يعني عقب ما يطلعه إيه؟ يقطع، يعني لا يصلح حق الاكل، صغار. رد البحر. إيه؟ فسوينا حمله رده بحر، وحمله طبعا طلعت بشكل كبير. ايضا عندنا حمله محافظه على البيئه، هذه حمله تو بلشنا فيها، وحمله توفير مراسم المسنات. حلو. حمله البيئه شنو هي بالضبط؟ هي توعيه الشباب انه ما يرمي مخلفاته في البحر، يجمعها بكيس او يخليها بطراده لين توصل للبر، مثل ما نقول قطها في سله المهملات، لا نوسخ البحر. هذا بالنهايه لنا احنا، اذا انا بستخدمه اليوم باكر ولدي بيستخدمه او واحد من نعم. اقاربي. في شيء لازم نقوله لان ضميرنا يأنبنا اذا ما قلنا، اللي شفته مستشفى الصباح، شنو شفت؟ عند مستشفى الولاده تحديدا. مستشفى الولاده. وذكرت النقطه ان هناك في خزانين ماء نفس نشوفها فوق الاسطوح، مكتوب عليها مواد بيولوجيه خطره قاعده تصب في المجاري اللي تؤدي الى البحر، وعندي تصوير موجود الحين، اذا الاخ اعطيه التصوير نعم ممكن يعرضه. صراحه شيء جدا مؤلم، يعني هذا احد الاسباب انا شخصيا اللي ما اقدر اكل سمك من الكويت بسبب هالشغله، يعني انا مواد بيولوجيه قاعد تصب. مواد بيولوجيه؟ اي نعم. يحطونها في شنو؟ تنصب في خزان الماء، وحاطين تمديد بايب الى البحر. عندي التصوير الحين ان شاء الله، بس عندك التصوير ما نقدر نحطه لانه بعد يعني مليون قصه وقصه. انا ناشدت المسؤولين في البيئه، نعم. بصراحه ما لقيت اي اذن تسمعني. هي مخالفه جسيمه، يعني هذه مخالفه. انا نعم. من اسبوعين رحت او اكثر، يمكن 3 اسابيع، شفت ما زال موجود التانكي هذا، مكتوب عليه، محطوط عليه صوره. شلون الناس تتسبح في البحر؟ شلون الناس ياكلون سمك البحر؟ شلون الناس يشربون من ماء البحر؟ واذا في يعني، وهذول اطباء، يعني المفروض يعني مدير المستشفى، مدير مستشفى الولاده يتحرك، وزير الصحه يتحرك. هذا الكلام حق وزير الصحه، نتمنى نوجهه يعني حق وزير الصحه. يا ليت يعني معالي الوزير يكون حريص ويروح بنفسه ويشوف الوضع، يعني هل يرضى ان احنا نشرب من ماء البحر اللي فيه مواد بيولوجيه؟ اعتقد ان هذه مواد قاتله يعني. اكيد طبعا مواد بيولوجيه، هو مكتوب عليه مواد بيولوجيه خطره وفي البحر. والبحر احنا نشرب منه وناكل منه للاسف الشديد. انا ما ودي اضيق خلق الجمهور الكريم، ولكن نبي ابتسامه حلوه منكم، يعني يكون عندنا امل ان في احد قاعد يشوف، ويعني على الاقل يسوون شيء. وانا متاكده ان الحين في حركه، في تنميه في الكويت. احنا ناشدنا سابقا. نعم. والناشد ايضا من مكانكم ان يلتفتون لنا. سمو رئيس مجلس الوزراء، سمو رئيس مجلس الامه الموقر السيد مرزوق الغانم، رئيس مجلس البلدي، اي مسؤول يسمعنا نتمنى انه يتحرك معنا. نعم. خلي يوفر لنا، احنا على ابواب الصيف او دخلنا على الصيف خلاص، راح تزيد المشاكل في البحر اللي هو على المسنات. نعم. وفروا لنا شيء بحيث انه لا يضايقنا، او لا احنا لا نضايقهم بعد، او هذه البيوت لا يضايقون منا. ان شاء الله ان شاء الله. انا اشكرك وايد اخ جمال. تحب تقول شيء؟ طبعا بالنهايه اقول ان فئه الشباب هي اهم فئه بالمجتمع، وعندنا دراسه طبعا
بالكويت بالنسبة لدول الخليج أكبر نسبة هواة بحر بالكويت عن باقي دول بالخليج التعاون. بالكويت. فنرجو نعم. توفير هذه المتطلبات للشباب ان شاء الله. وإن شاء الله نشوف أحد يسمعنا، وإحنا مستعدين إن حتى نقعد معاهم ونعطيهم دراساتنا ونعطيهم الحلول، وإن شاء الله نتمنى ان شاء الله يتحقق هذا الشيء، ان شاء الله صوتكم يوصل وباذن الله وتجدون ما تتمنونه ان شاء الله. وكل الشباب يعني اللي يحب البحر يلقى هالاستجابه، واحنا كناس ساكنين في المناطق يعني نرتاح وما نشوف طراريط صافطه يم البيوت ومأذيه ومسويه المنظر مو جميل يعني. فان شاء الله الحكومه تتحرك مع الجهات الخاصه. انا اشكركم وايد. احنا اللي نشكركم، نشكر قناه العداله على تسلم استضافتنا. تسلم. على فكره بس ابي اذكركم ان في نهايه برنامج ازواره ناديه راح يلتقيكم المحامي مشاري العياده عنده موضوع تكييش القروض. هذا الموضوع صارت له يعني صار للمحامي قصه، صارت له قصه بعد ما خلص الحلقه عن هذا الموضوع، فلذلك مصر انه يكمل حلقه اليوم عن تكييش القروض ايضا ويقول لكم السالفه اللي صارت له. نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا، وراح ناخذ هذا الفيديو نشوفه ونرجع مع ضيوف اخرين. اشكركم. مشكور.